اهلا بيكم في صلاله، البلد اللي بجد انا لما وصلت اتفاجئت بيها. بصوا يا جماعه، انا كنت حاسه ان انا في المالديف، في اماكن فيها هتحسوا ان انتوا في تايلاند، في ماليزيا، وفي اماكن هتحسوا ان انتوا في سويسرا، في النرويج. مدينه صلاله في عمان دي تاني اكبر مدينه في عمان بعد العاصمه مسقط. اكتر نصيحتين لو رايحين بلد اول مره تعرفوا عن البلد كويس قوي، هل هي مناسبه للحاجات اللي انتوا بتحبوها، هل هي مناسبه في الوقت ده من السنه. وتاني حاجه ان يكون معاكم اي سيم ابلكيشن يديكوا انترنت من قبل ما توصلوا مطار البلد اللي انتوا رايحينها. انا بستخدم ايرلو لان هو بيغطي 200 بلد ومنطقه. انا بستخدمه بقالي 4 سنين تقريبا، رحت بيه بلاد كتير قوي. اكتر حاجه بقى مميزه في الابلكيشن ده ان هو مش هيخليكم مضطرين ان انتوا تجيبوا سيم كارد من البلد وتغيروا رقمكم هيفضل شغال عادي جدا. وهديكوا انترنت فيه باقات كتير قوي على حسب الايام اللي انتوا هتقعدوها واستخدامكم. كمان انا هحط لكم برومو كود هيديكوا ديسكاونت على الباقه بتاعه الانترنت. قبل ما بوصل اي بلد بنزل ابلكيشن، والخطوات بتاعته سهله جدا. بتنزلوه وبعد كده بتختاروا البلد وبتختاروا الباقه وبتبتدوا تستخدموا بقى الانترنت بسهوله. تبتدوا بقى تصوروا من اول بقى رحلتكم من اول المطار واي مكان هتروحوه. كمان لو عايزين تتواصلوا مع اي حد بقى عشان يوصلكم في مكان، عايزين تلاقوا تاكسي او مواصله، كمان تقدروا تخصصوا المكالمات على الرقم بتاعكم والانترنت على الايسم. بتسهل تواصلكم في كل حته. تقدروا ان انتوا تبتدوا بقى توثقوا سفريتكم من اول ما توصلوا. انا هحط لكم شكل الابلكيشن وكمان الخطوات بتاعه تشغيل الابلكيشن. سهل جدا، انا بستخدمه بقالي اكتر من 3 سنين. استخدمته وانا في كوريا، استخدمته وانا في اليابان، استخدمته وانا في تركيا. دايما اسعاره والباقات اللي بيديهاني بتكون خطيره. اول ما وصلت شغلته وابتديت اصور لكم كل حاجه هوريها لكم دلوقتي في البلد. بستخدم الانترنت براحتي طول اليوم. كل ده يعني بمنتهى السهوله. المكان يا جماعه الطبيعه خطيره، الاكل بتاعها تحفه. فدي حاجه مهمه جدا 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 بنصحكم بيها اول ما توصلوا اي بلد، تشغلوا الايسم. وتعالوا بقى نبتدي ونشوف صلاله وتشوفوا انا عملت ايه في البلد من اول ما جيت. بيقولوا عليها ان هي جنه الخليج او سويسرا الخليج، والاصوات دي كلها هتلاقوا عصافير. بصوا انا عايزه اوريكم الفيو. المكان ده من اكتر الاماكن اللي عجبتني في صلاله، عشان كده جيت تاني. المكان ده اسمه وادي دربيت. المكان يا جماعه يعني انا حاسه ان انا في المالديف، وحاسه ان انا ناسيه انا اصلا عايشه ليه. انا حاسه ان انا هنا مش عارفه اصلا هرجع اعمل ايه، وده حقيقي فعلا. انا مش عارفه هرجع اعمل ايه. الطيران بتاعها رخيص لان هي قريبه من كل الناس اللي قاعده في الدول العربيه. تاني حاجه ان الفيزا بتاعتها سهله جدا، اذا في بلد انتوا محتاجين ليها فيزا فبتلاقوا ان الفيزا بتاعتها سهله جدا. وتالت حاجه بقى ان هي سعرها رخيص، تقدروا تعيشوا وتتبسطوا وتاكلوا وتشربوا بفلوس قليله، ملهاش اي مقارنه باوروبا. فانت لو عايز تسافر بلد اوروبيه ومش معاك ومش عايز تدخل تجيب فيزا شنجن او مش عايز تدفع فلوس، مش عايز تدخل بقى في موضوع الحجز بتاع الميعاد وان انت تدور على ميعاد حجز، فانت تيجي صلاله. انا دلوقتي في موقع انعدام الجاذبيه. المكان ده موجود في صلاله على الطريق. المكان ده ما بيكونش فيه اي جاذبيه خالص. لما العربيات بتقف هنا بتبتدي ترجع لورا حتى وهي واقفه. وحتى لو حطيتوا ازازه ميه، ازازه الميه مش بتنزل لتحت، بتطلع لفوق. فتعالوا اوريكم شكل العربيه وهي بترجع بظهرها حتى وهي واقفه. بصوا العربيه دي كده دلوقتي على الان ومفيش حد جوه العربيه. كل ده العربية بترجع لورا لوحدها. دلوقتي احنا في مكان اسمه شاس. لازم نوطي على الارض خالص عشان نعدي. ثانية اوريكم. لازم نوطي على الارض خالص. انتوا شايفين احنا وسط الضباب، بس اوريكم احنا لازم نوطي ازاي. كده عشان نعدي. دلوقتي بقى وصلنا مكان اسمه شاطئ الفزايح. والفزايح هنا بالعماني معناها المكان الواسع الكبير المفتوح. اكتر حاجه عجباني بقى في المكان انه هنا بحر وهنا بصوا الفيو تحفه. الفيو تحفه.
شاطئ الفزايع. كده رحنا بالعربيه في الطريق ده كان حلو قوي. وصلنا لشاطئ اسمه شاطئ الفزايع، ودي عند العمانيين، يعني معناها الاماكن الواسعه او الحتت الواسعه. وكان فيها صخره كده، الصخره الشكل بتاعها على شكل نسر، فكان شكلها حلو قوي وطلعت اتصورت عندها. انا جوه السحاب حرفيا. المكان ده دي اسمها قمه جبل سمعان في صلاله. المكان ده انتوا بتطلعوا بتمشوا بتبقوا جوه السحاب. يعني ايه، انا بس عايزه ايوه كده. بصوا يا جماعه، جوه السحاب حرفيا. يعني لو نزلنا تحت كده هنلمس السحاب. فيلا نجرب. بسم الله. سبحان الله، المكان خطير بطريقه. انتوا بتلمسوا السحاب وانتوا على الارض. ايه ده، بصوا سبحان الله. واكتر احساس كان بيكون عندي طول ما انا موجوده في البلد دي اللي هو سبحان الله، ازاي كل الجمال ده في بلد عربيه قريبه مننا واحنا ما نعرفش عنها كتير. انا دلوقتي في مكان فيه اشجار معمره وفي شلالات وفي جبال. بجد المكان كأنكم في تايلاند من كتر الطبيعه ما هي خطيره. اللي انا واقفه فيه دلوقتي في اشجار الباوباو العملاقه. بصوا الشجر كبير جدا، وخصوصا الشجره دي شجره معمره بقالها مئات السنين. والمكان كله زي ما هو بطبيعته، ما تدخلوش فيه في اي حاجه وما عدلوش فيه اي حاجه. الاشجار دي هتلاقوا الجذور بتاعها ممتده، فتحسوا ان المكان كله عامل زي الغابه. المفروض ان الخريف، يعني موسم الخريف خلص، المفروض ان الموسم بتاع الخريف خلص، بس ستيل الجو بصوا في مطر، والالوان بتاعت الشجر خطيره. اول نصيحه، اي بلد اول مره تسافروها ان انتوا تقروا وتعرفوا عن البلد كويس. يعني تعرفوا البلد دي طبيعتها ايه، بحر، زرع، الاتنين، هل هي مناسبه للحاجات اللي انتوا بتحبوها ولا لا، عشان تتبسطوا اكتر. انا ممكن اكون شخص بحب استكشف، اطلع هايكنج، ممكن انتوا تكونوا لا. فلما تيجوا تسافروا بلد كده المطر شدت قوي، ما تتبسطوش. انا مبسوطه يا جماعه. بصوا الجو. الفكره ان انتوا في كل مكان في صلاله هتحسوا ان انتوا في مود مختلف. يعني هتمشوا في اماكن هتحسوا ان انتوا في اسيا، تايلاند، ماليزيا، بالي. بس هنا بتعملوا هايك بيكون الجمال معاكم. امشي ولا ايه؟ هش. ودي شكل الجمال بقى وهي بتتحرك معانا وسط الجبل. وعايزه اقول لكم ان انا كل ما كنت بحس ان انا تعبانه وبص عليهم كنت بحس ان انا مكسوفه من نفسي. وعايزه اقول لكم ان دي نصيحه في اي هايكنج، لما بيكون في حيوانات ليها اثر في الطريق ده، الطريق اللي بتمشوا عليه لو تهتوا. طبعا الهايكنج ما يبقاش ناجح غير لو تعبتوا وعرقتوا، غير كده تبقوا بتتمشوا. بس المنظر رائع. يعني انا ممكن امشي هنا 6-7 ساعات ارتاح اقوم اكمل. بجد خطير، والبلد امان جدا. فنكمل. بصوا العلامات دي بقى بتكون في الطريق كده عشان تقول لكم تمشوا ازاي. تقريبا وصلنا خلاص كده، خلصنا 3 كيلو. عايزه اوريكم المنظر اللي انا قدامي. دي شلالات عين غيط، وعايزه اقول لكم ان فعلا المنظر كان يستاهل الهايكنج ويستاهل ان احنا نمشي الساعات دي كلها. الفيو خطير. الناس بتيجي هنا بقى بتنزل تعوم في الشلالات عادي، وفي ناس بقى بتطلع وبتنط من فوق. ومن الحاجات اللي ما كانش ينفع اسيب صلاله من غير ما اعملها هي التخييم. خدت عربيه وطلعت الجبل وخيمت، عملنا الخيم وقعدنا. وعايزه اقول لكم ان صلاله امان جدا، وان التخييم دي حاجه مشهوره جدا هناك. الناس بتيجي وبتخيم بال3 وال4 ايام، وخصوصا بقى لما الدنيا ليلت يا جماعه التخييم كان مريح للاعصاب بشكل. وبجد الرحله اللي بتعيشوها لما بتشوفوا الجمال وهي بتعدي من مكان لمكان، انا الشكل ده انا ما شفتوش في حياتي خالص قبل كده غير في صلاله. وبجد منظر هتفضلوا طول ما انتوا بتشوفوه تقولوا سبحان الله ان انتوا تشوفوا حاجه زي يعني دي. تشوفوا ابداع ربنا بكل المجموعات بتاعه الجمال وهي بتتحرك مدينه لمدينه. اكتر حاجه انصحكم بيها وانتم مسافرين صلاله ان انتوا تاخدوا لبس عملي يبقى مناسب للاجواء اللي انتوا رايحينها، لبس رياضي، تاخدوا كوتشي كويس، كوتشي ينفع للهايكنج، وتاخدوا لبس عامه يكون مريح، لان اكتر الانشطه اللي انتوا هتعملوها وانتوا في صلاله هتكون
محتاجه مجهود، وهتكون محتاجه ان انتوا تبقوا لابسين لبس مريح. تختاروا الوقت المناسب، لو انتوا هتروحوا في وقت الموسم هتبقوا محتاجين تحجزوا كل حاجه من بدري، او ممكن تروحوا في اخر الموسم. فيها جزء كمان من الانشطه بيكون في الشتاء في الصحراء، والانشطه المائيه كلها بتبتدي في الشتاء عشان تبقى درجه الحراره مناسبه. وصلاله فعلا غير، صلاله خطيره خطيره خطيره.